نعود نرحب بضيف المنصة اليوم في مؤتمر تنمية بشرية للجميع، المدرب الدولي واللايف كوتش ومدرب دولي معتمد من اليونسكو، وحاصل على البورد الدولي كواحد من الشخصيات المؤثرة في العالم، عضو مستشار كثير من المؤسسات الدولية في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات، ومفتش بوزارة السياحة والآثار المصرية، ومأمور ضبط قضائي لدى وزارة السياحة والآثار المصرية، حاصل على الامتياز الدولي، الدكتور هيثم حمزة، بعنوان الاتيكيت علم ولياقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا أنا متشرف بوجود حضراتكم في مقامات كبيرة جدا. يسعدني ويشرفني إن أنا أكون معاكم بجد، والله سعيد جدا، وسعيد طبعا بوجودي مع قيمة كبيرة وعالم كبير، دكتورنا الغالي والراقي دكتور سيد الفين، ودكتورتنا طبعا دكتور عبير، والقيمة والقامات اللي موجودين قدامي كلهم. عايز أوجه رسالة شكر ومحبة لحد فادني في حياتي كتير جدا جدا، حد عظيم جدا، حد موجود بأعماله، وهو العمل اللي بيبقى باقي يا جماعة. أعمالنا هي الباقية، الكلمة الحلوة هي اللي هتفضل، العمل بتاعك الطيب هو اللي هيفضل. والله هو ده اللي أنا لقيته في عز المحن وفي عز الشدة اللي كنت فيها وفي مراحل كتير. لقيت الفيديوهات بتاعت دكتور إبراهيم الفقي موجودة، اتعلمت منها جدا جدا جدا. كان عندي مشاعر سلبية كتير، عن طريق هذه الفيديوهات قدرت ان انا اتعلم منها، قدرت ان انا اتخطى المحن بمعنى الكلمة. التنمية البشرية هي تحت مظلة كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن هي بس محتاجة للإدراك. أقول لكم كده حاجة بس بسيطة. هي أول آية نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. والقراية معناها ربنا بيكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو المقصود بالقراءة مش إن أنا أمسك كتاب فقط وأقعد أقرأ فيه، لا والله. هو المقصود إن أنا أتعلم من كل موقف بيقابلني في حياتي، أتعلم لأن هناك رسالة غير مباشرة من الخالق والصانع وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى كان بيقول سيدنا يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. النهاردة أنا هكلمكم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع في غاية الأهمية، موضوع ممكن يغيركم بالفعل. قبل نهاية كلامي إن شاء الله ركزوا بالله عليكم، عشان الموضوع مهم جدا وغيرني بمعنى الكلمة. هو عن فن الاتيكيت الحركي. وعشان تفهموا يعني ايه فن اتيكيت لازم اديكم نبذة عن البادي لانجوج او لغة الجسد. وعشان خاطر اشرح لغة جسد لازم تعرفوا يعني ايه مشاعر، لان لغة الجسد ما هي الا ترجمة للمشاعر بتاعتنا اللي جوانا. فحضرتك لو فهمت، وحضرتك ايضا لو فهمت يعني ايه مشاعر، هتقدري تعيشي في راحة نفسية، وحضرتك ايضا هتعيش في راحة نفسية، هتعيشوا في سعادة بمعنى الكلمة. حد يقدر يقول لي يعني ايه مشاعر من الناس اللي قاعدة؟ او بتيجي ازاي؟ مين يشاركني كده؟ حد يقدر يشاركني؟ المشاعر الحلوة او الوحشة او الغضب. اتفضل يا فندم، اتفضل. يعني احساس، يعني عواطف. تمام احسن. تمام. ركزوا قوي في اللي جاي عشان هيغيركم بمعنى الكلمة. المشاعر بتجيلي اما كلمة بسمعها او موقف بشوفه. اما كلمة بسمعها او موقف بشوفه بيتحول بالظبط. بتتحول الكلمة دي اللي انا بسمعها او الموقف اللي انا بشوفه بيتحول لفكرة، بتبقى في العقل بتاعي. الفكرة دي بتتحول لمشاعر، هذه المشاعر بتتحول الى سلوكيات وافعال. يبقى انا لو اتحكمت في الفكر بتاعي. ولذلك دكتورنا الراحل الغالي علينا الحاضر باعماله طبعا كان بيقول دايما كل شيء بيبدأ من هنا، من الفكر.
فلو الفكر، ولذلك احنا بنقول دايما اقعدوا مع ناس فكرها كويس، ما تقعدوش مع ناس توكسيك بيبول، ناس سامه، عشان خاطر كل ده بيأثر عليكم بعد كده. طب طيب كوتش هيثم، هي المشاعر دي لو انا اتحكمت فيها وفهمتها حياتي تتغير؟ والله. يعني انا لو فهمت يعني ايه مشاعر حياتي هتتغير واعيش في راحه نفسيه وفي سلامه. والله. هو انا لو فهمت يعني ايه مشاعر لن تزلزلني الزلازل ولن تحركني النوازل. طيب احنا قلنا ان المشاعر كلمه او حاجه بشوفها. طيب انا عندي مشاعر ايجابيه وعندي مشاعر سلبيه. خليني شويه في السلبي، لان دوت اللي بيأثر علينا، ده اللي تعبنا في حياتنا بمعنى الكلمه. بنسمع ان فلان عمل مشكله مع فلان فجات له جلطه، فلان ناس كتير في المستشفيات موجوده دلوقتي بسبب المشاعر السلبيه. مش بيحصل؟ مش بيحصل؟ هو مش في ناس انظلمت قاعده معانا دلوقتي؟ يا كوتش هيثم دايما بقول يا اللي انظلمتي ويا اللي انجرحتي ويا اللي حبيت وانكرهت ويا اللي قدمت وما لقيتش ويا اللي قربت وبعدوا عنك ولما جيت وقعت ومع انك اديتي كلمات كويسه، لما جيتي كنت محتاجه الكلمه طيبه. اصل ساعات الكلمه الطيبه بتغير الطريق. اصل ساعات طبطبه بسيطه ممكن ان هي تحيينا داخليا مره اخرى. بقول يا اللي اتظلمتي ويا اللي انجرحتي ويا اللي تعبت ويا اللي قعدت في المستشفى وجالك ديبريشن وجالك اكتئاب، بقولها دايما تستاهل، وحضرتك ايضا تستاهلي. ايه يا كوتش هيثم اللي انت عمال تقوله ده؟ كل انسان عندنا في حاجه اسمها بنك المشاعر، والبنك زي ما في ايداع في ايه؟ سحب. فما ينفعش تفضل تدي في مشاعر وتقول بكره الشخص يتغير. مين اللي قال كده؟ هو مين اللي قال كده؟ ربنا قال كده؟ ربنا ما قالش كده. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. لما ابقى قادر اساعد نفسي ابقى اساعد غيري. ما ابقى قادر اساعد نفسي ابقى اساعد غيري. فما اديش مشاعر الا لما يكون الشخص بيبادلني نفس المشاعر، والا فانا بعصى كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك بنقول دايما الادراك ثم الادراك ثم الادراك. طب الحل ايه يا كوتش هيثم برضه؟ ما انا كل ما اجي انام بالليل بحس بنار بتاكل في احشائي لما افتكر اللي حصل فيا. مش بيحصل؟ بيحصل. ببقى تعبانه وبحس بنار هنا في الجزء دوت. ايه العمل؟ 1، لا تتعلقي ولا تتعلق الا بالله سبحانه وتعالى، لان هو السند الحقيقي. اتعلق، خلي عندك روحانيات. لا تتعلق بالشيء المادي وهو الانسان، هيجيبك تحت رجل على طول. التعلق بالله، ولذلك المتعلق بالله سبحانه وتعالى دائما عند المشاكل تحل من حيث لا يحتسب، وهو شكل من اشكال الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب يبقى اذا انا ما اديش غير لما الشخص يديني او يبادلني المشاعر. طيب انا فضلت ادي واضحي وما سمعتش الكلام، هتكون الصدمه مؤلمه وموجعه جدا 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 جدا. طيب انت يا كوتش هيثم انت بتقول انت النهارده جاي تكلمنا عن فن الاتيكيت الحركي. مال الموضوع ومال المشاعر؟ اصل يا فندم فن الاتيكيت الحركي اللي هو اداب السلوك ما هو الا بادي لانجوج. والبادي لانجوج ما هي الا ترجمه لهذه المشاعر.
يعني اللي حضرتك حاسه من جواك، يعني انا اقدر سياده اللواء قاعد قدامي دلوقتي، انا اقدر بمنتهى السهوله اقول له ما يدور بداخلي. انا اقدر سياده اللواء دلوقتي قاعد قدامي اقدر اقول له شخصيته من غير بجد بينه وبينك بجد تمام. اقدر بكل سهوله اقول له شخصيتك يا سياده اللواء 1 2 3 عن طريق الادراك والمعرفه اللي ربنا امرنا بيهم. طيب يبقى احنا قلنا ان المشاعر الساحر طب انا موجود اهو عوام. اتفضل يا فندم. دكتور ابراهيم الفقي الساحر وعوام دول عوام. اعتبرني مثال مكان سياده اللواء. طيب اسم عليك ايه؟ مصطفى محمد نصر. ممكن تتفضل معايا انا؟ تجربه مش هنعمل سحر، لا مش هنعمل سحر. أستاذ مصطفى ناصر في الإدارة التعليمية في طنطا. ايوه لو سمحتوا. استاذنا الغالي والراقي هو مفكر ومحلل من الدرجه الاولى. مش سهل ان هو يتاثر بالمشاعر كده اللي انا كنت بتكلم فيها دي، لا. هو بيفكر في كل حاجه وبيدرس اي موقف بمنتهى السهوله. لحد كده تمام؟ طيب لا يبدا الاشياء، لازم حد يشجعه ان هو يبدا الشيء. صح؟ طيب عنده الخصوصيه جامده جدا، خصوصيه شديده جدا، لا يتاقلم مع الناس بكل سهوله، لا لازم مره واثنين وثلاثه واربعه عقبال ما ياخد على هيثم مثلا. صح كده؟ تمام. بيحب التلخيص، ما تقولوش ما تقعدش تقول له تفاصيل كتيره، لخص معاه. تمام؟ طيب ينفع يبقى قائد طبعا، ويشيل مسؤوليه. تمام صحيح بس هتنتصر ان شاء الله يعني. قم بجانب الرامي تنجو من السهام. بمعنى انا وطن وهو راجل ما ينفعش مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك دايما خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. حتى الله سبحانه وتعالى ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه. لما جم الكفار واللي هم المفروض يعني اهله قالوا عنه به جنه وساحر وغيرها من الامور، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ربنا قال له ايه؟ ما هو ربنا بيضع الاستراتيجيه دايما. قال له ايه؟ اللي برضه بيتكلموا عليكي ولا بيتكلموا عليك بدون وجع حق، اسمع الاستراتيجيه الربانيه. ربنا بيقول لسيدنا الحبيب ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، فاداله الحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اصل حضرتك لا تتخيلي في السجود كم من نورانيات والانوار اللي انت جسمك بينور فيها. جسم بينور في كاميرات في اوروبا دلوقتي بتصور الانسان اثناء الصلاه، كل جسم موجود دلوقتي قدامنا فيه طاقه كهربائيه وفي نور. اثناء الصلاه الانسان بينور اضعاف مضاعفه. الميه اللي حضرتك بتتوضي بيها ديت، الميه دي فيها طاقه فظيعه بمعنى الكلمه. ولذلك الله سبحانه وتعالى 5 صلوات هو مش عايز، مش هو ربنا محتاج صلاتنا يا جماعه. ده عشانك انت، اصل هو خلقك وصنعك. انا عندي ديت انا صانعها كل يوم واديتها لك، اديتها لحضرتك. بقول لحضرتك هاتها لي 5 مرات في اليوم عشان ابص عليها كده لو محتاجه حاجه ولا. هل دي هيبقى فيها اي مشكله بعد كده؟ هكذا الله، هو بيعمل كده عشانك وعشانك، مش عشان حد تاني. لان اتفضل يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. حيوا لو سمحت. طيب عشان الوقت هديكم كده حاجه بسيطه في لغه الجسد. بيقولوا دايما، بنقولها دايما للساده المتدربين والسيدات المتدربات: احرص دائما على البدايات لانها تعطي الانطباع الاول. اللقطه الاولى لحضرتك وانت داخله عليا دي هي الانطباع الاول، واحرصي ايضا على النهايات لانها بتبقى هنا تمكث في الذهن. تمام؟ دي مهمه جدا. شكرا. دي مهمه جدا.
في فن التأثير والإقناع عشان أقنع اللي قدامي. العلماء قالوا إن 55% من فن التأثير والإقناع معتمد على البادي لانجوج أو لغة الجسد، اللي هو إن أنا بحرك إيدي، بحرك جسمي، شكل وشي، هكذا. 55% من فن التأثير والإقناع، و38% نبرات صوت، أعلي شوية أوطي شوية. 38% من فن التأثير والإقناع، وتتخيلوا 7% فقط الكلام المنطوق. ده معناه ايه؟ ده معناه على أهمية لغة الجسد. طيب، هو أنا ممكن أفهم اللي قدامي بإيماءات معينة؟ على سبيل المثال، الأشخاص اللي بتبقى قاعدة مثلا في المؤتمرات بتبقى مشبكة ايديها، ده بيحس بالملل والتوتر والقلق. ولكن في حالة واحدة ان انا ممكن اكون قاعد مع ناس سامة، او يا حاجة واحدة عينيها وحشة، تمام؟ واحدة تكون عينيها وحشة، او انت حاطة في دماغك ان هي عينيها وحشة، فبعمل ايه؟ بشبك ايدي بالمنظر ده. طب الدليل او كده. ولذلك عشان كده بقى اعمل كده هي عملت كده، تمام؟ الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن كده، عن هذا التشابك باليد وقت الصلاه. ليه؟ لان حضرتك وحضرتك بتقفل الهاله النورانيه اللي بتبقى حواليك، تمام؟ طيب، ايه حكايه بقى تشبيك الايد دي؟ ربنا بيقول لسيدنا موسى عليه السلام لما سيدنا موسى بيرمي العصا فتحولت لحيه، فسيدنا موسى بشر فخاف، فربنا قال له واضمم اليك جناحك من الرهب، شبك ايدك، ولا هتدي طاقه ولا هيخش لك طاقه. شوف الجمال، يبقى كله موجود. يبقى التنميه البشريه هي كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك بنقولها دايما عشان ما اطولش، اعذرني عشان ما اطولش. حاضر. الحدث، احفظوها كده، الحدث ودرجة استجابة حضرتك او حضرتك هتساوي النتيجة اللي انت عايزها. طيب، حاجة أخيرة بقى في فن الاتيكيت، هنقل بسرعة. هو المفروض هنعمل لهم إن شاء الله بعد كده حاجة يعني ورشة عمل إن شاء الله. اتيكيت الحركة، اتيكيت المشي. اتيكيت المشي عشان أحقق اتيكيت المشي بيكون خطوة أمام خطوة بهذه الطريقة، خطوة أمام خطوة. طيب، في ناس هتقول لي أنا مش هقدر إن أنا أعمل هذه الطريقة. لا، هتقدري تعمليها، بس منطقة الرقبة تكون في وضع استقامة، وأيضا منطقة الظهر تكون في وضع استقامة، وما تبصوش كده عشان تنفذوا هذه الحركة. طيب، اتيكيت الجلوس بالنسبة للرجال، طبعا اتيكيت المشي سيدات ورجال زي بعض. اتيكيت الجلوس بالنسبة للرجال، إما إن حضرتك بتقعد بهذه الطريقة، مش عارف هتشوفوها ولا لأ. طيب، معلش، زي ما دكتور سيد قاعد كده، بقعد كده بالطريقه دي. عندي طريقه كده، الوضع الظهر نفسه مفروض، تمام، وبضع راحه الايد على قدم والكوع على القدم الاخرى، ده بالنسبه للرجال، او بضع راحتي اليد على القدمين. طيب، بالنسبه للسيدات بيختلف، بيختلف. ان السيده لازم ان هي بتقعد في وضع الساقين في وضع تلاصق حتى القدمين، ويكون اهم شيء لتحقيق اتيكيت الجلوس للسيدات ان يكون هناك ميول في منطقه الساقين. شكرا جزيلا لحضرتك.